حاولوا أن يصرفون عن تاريخنا الإسلامي وأن يعيدوا كل بلد عربي إلى تاريخه الجاهلي. في اليمن يشد اليمنيين إلى التاريخ السبئي والحميري ويجعلونهم يقدسون ويعظمون بقايا أعمدة في مارب أو في آثار دولة معين أو آثار دولة سبأ في مارب وفي الجوف وفي غيرها، وأن هذا هو تاريخنا وأن كنا أصحاب حضارة وكنا والتاريخ الإسلامي لا أثر له. من أين يحصل هذا شد العرب إلى تاريخهم الجاهلي؟ هل عن طريق أفراد عديد أم عن طريق وزارات الثقافة في بلدانهم؟ وزارة الثقافة التي هي جزء من الدولة في كل وطن عربي هي التي تهتم بأن تشد أبناء ذلك الوطن إلى تاريخهم الجاهلي. في مصر نفس الشيء، يشدون المصريين إلى تاريخهم الفرعوني ويضعون لفرعون رمسيس تمثالا كبيرا في ميدان ويسمونه ميدان رمسيس، وتسمع شارع رمسيس، مطعم رمسيس، صالون رمسيس، وترى النقوش الفرعونية من جديد. وأحيانا اللهجة العبرانية التي يعتبروا بأنها كانت هي اللهجة الفرعونية شالوهم على قوم يستخدمها الآن المصريين في منطقهم في شوارع القاهرة كما بلغنا. السلام عليكم شالوهم على قوم اللهجة العبرانية التي يعتبروا بأنها هي من تراثهم القديم ومن الشيء الذي يجب أن يفتخروا به.